بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلبة وطالبات سنة تانية ثانوي تمريض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير، وربنا يوفقكم السنة دي والسنة الجاية وكل سنة بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله بقى هنكمل مادة الإنجليزي الثقافي، وإن شاء الله هندخل بقى في الوحدة التانية عشان الناس اللي عندها امتحانات اللي دايما بتبعت لي وتقول لي يا مستر عايزين الوحدة التانية عشان عندنا امتحانات، فأنا هخلص الوحدة التانية في خلال يومين إن شاء الله أو 3. فهنبدأ على بركة الله، هناخد القطعة النهاردة وفي خلال يوم أو يومين هنزل لكم الجرامر وحل الأسئلة عليها. النهاردة بقى هناخد القطعة بتاع الوحدة التانية اللي هي بعنوان الزيادة السكانية أو الاكتظاظ السكاني. طب ايه هي بالإنجليزي؟ اللي هي over population. كلمة over زي ما احنا عارفين إن هي معناها زيادة، وpopulation اللي هي السكان. يبقى هنا over population الزيادة السكانية أو الاكتظاظ السكاني، يعني إن في زحمة في السكان بسبب إن عددهم زاد بشكل مبالغ فيه. قبل ما نبدأ في شرح الوحدة بفكرك مرة تانية وثالثة وعشرة إن أنت تعمل لايك وكومنت للفيديو وتساعد إن الفيديوهات توصل لزمايلك، فما تنساش الموضوع ده عشان خاطر نقدر إن احنا نوصل لزمايلك ونقدر نتشجع وإن شاء الله نكمل لك بقية الإنجليزي. أول حاجة عندنا طبعا بري ريدنج كويشن اللي هي أسئلة ما قبل القراءة. أول سؤال هنا عندنا بيقول لنا why do you think overpopulation is a global issue؟ why do you think لماذا تعتقد overpopulation أن الزيادة السكانية is a global issue. طبعا global معناها عالمية وissue معناها مشكلة أو معضلة. يبقى هنا لماذا تعتقد أن الزيادة السكانية مشكلة عالمية؟ يعني ايه مشكلة عالمية؟ يعني في دول كتيرة في العالم بتشتكي من زيادة السكان وإن الموضوع ده عامل لها مشكلة كبيرة. ليه بقى بنعتقد إن الزيادة السكانية مشكلة عالمية؟ هنعرف من خلال القطعة. تاني سؤال What are the main reasons for overpopulation؟ طبعا what are ما هي main reasons الأسباب الرئيسية for overpopulation للزيادة السكانية. ما هي الأسباب الرئيسية للزيادة السكانية؟ هنتعرف على الأسباب اللي بتؤدي للزيادة السكانية وهناخد حلول لمعالجة مشكلة الزيادة السكانية. ندخل بقى على القطعة. أول حاجة بيقول لنا إن الأوفر population refers to an undesirable condition in which the number of existing human being exceeds the actual carrying capacity of the earth. طبعا هنا overpopulation اللي هي الزيادة السكانية أو الاكتظاظ السكاني refers to يعني يشير إلى. يبقى هنا بقى هنعرف ما هو تعريف الزيادة السكانية أو الاكتظاظ السكاني. وطبعا خلال ما احنا بنقول القطعة الأسهل لينا إن احنا نقول الزيادة السكانية بدل من كلمة اكتظاظ السكاني، لأنها كلمة ايه كده هتعمل لنا ايه يعني بلبلة، فهنقول دايما الزيادة السكانية. فهنا بقول لنا إن الزيادة السكانية بتشير إلى ايه بقى؟ undesirable condition يعني حالة غير مرغوب فيها. يعني مفيش دولة بتحب إن يكون عندها زيادة سكانية، وبالتالي هي حالة غير مرغوب فيها. in which حيث the number يعني عدد of existing human يعني عدد السكان الحاليين. يبقى number of existing human عدد السكان الحاليين being يعني كونهم exceeds هنا معناها يعني يتجاوزون the actual carrying capacity of the earth. كلمة هنا actual معناها الفعلية، وهنا carrying capacity معناها القدرة الاستيعابية. كلمة capacity معناها قدرة وcarrying معناها الاستيعابية، يبقى هنا القدرة الاستيعابية الفعلية of the earth للأرض. يبقى هنا هنقول بقى الجملة على بعضها. الزيادة السكانية أو الاكتظاظ السكاني يشير إلى حالة غير مرغوب فيها
حيث يتجاوز عدد السكان الحاليين القدرة الاستيعابية الفعلية للأرض. طبعا الكلام ده ممكن يعني أحيانا بيكون كلام صحيح وأحيانا بيبقى كلام مبالغ فيه، وزي ما احنا عارفين إن في مساحات كبيرة في الأرض ما بيعيش فيها ناس، فبالتالي احنا أحيانا بنقول الموضوع صحيح وأحيانا بنقول إن الموضوع مبالغ فيه. It has many causes يعني لها عدة أسباب أو لها أسباب عديدة. which range from كلمة range معناها تتراوح، range from تتراوح بين أو تتراوح من، a decline يعني انخفاض، in the death rate معدل الوفيات يعني هنا عدد الناس اللي بتموت بقى في انخفاض. to early marriage هنا طبعا كلمة early marriage معناها الزواج المبكر، and more يعني وغيرها يعني غيرها من الأسباب. يبقى هنا الجملة ولها أسباب عديدة تتراوح بين انخفاض معدل الوفيات والزواج المبكر وغيرها. The reasons for overpopulation يعني أسباب الزيادة السكانية. هنا بقى هيجيب لنا أسباب الزيادة السكانية بالتفصيل. هنا بيقول لنا one of the main reasons for overpopulation. كلمة one يعني أحد، the main reasons يعني أحد الأسباب الرئيسية للزيادة السكانية is يكون the difference between the death rate and the overall birth rate in the population. هنا بقى بيجيب لنا السبب الرئيسي للزيادة السكانية. ايه هو بقى السبب الرئيسي؟ difference يعني الفرق between the death rate بين معدل الوفيات and the overall birth rate ومعدل المواليد in the population في السكان. يبقى هنا أحد الأسباب الرئيسية للزيادة السكانية هو الفرق بين معدل الوفيات يعني في انخفاض في معدل الوفيات ومعدل المواليد يعني في ارتفاع في معدل المواليد. يبقى هنا الناس اللي بتموت أصبحت أقل من عدد المواليد وبالتالي بقى في زيادة سكانية. The only way to find the balance in this يعني بيقول لنا الطريقة الوحيدة لتحقيق التوازن. كلمة balance معناها التوازن. in this في هذا الأمر is by equalizing the number of deaths per birth but this hasn't happened. يعني بيقول لنا ان الطريقة الوحيدة لتحقيق التوازن في هذا الامر equalizing معناها معادلة the number of deaths يعني عدد الوفيات per birth يعني بعدد المواليد. يبقى هنا عشان نسيطر على الموضوع ده يبقى نخلي فيه توازن ما بين عدد الوفيات وعدد المواليد. but this hasn't happened ولكن هذا لم يحدث، يعني الموضوع ده ما بيحصلش ودايما عدد الوفيات بيبقى أقل من عدد المواليد أو إن عدد المواليد دايما في زيادة. technological advancement هنا بقى بيقول لنا السبب بقى اللي بيخلي عدد المواليد في زيادة إن technological advancements have made it easier for people to have children. يعني هنا التقدمات التكنولوجية اللي هي كلمة technological advancements have made it easier يعني سهلت for people للناس to have children على إنجاب الأطفال. يبقى هنا لقد سهلت التقدمات التكنولوجية على الناس إنجاب الأطفال، طبعا بظهور الأدوية الجديدة اللي بتساعد الناس إن هي يبقى في مواليد وتنجب أطفال. and at the same time the death rate is so low because of health facilities which help people live longer lives. At the same time في نفس الوقت the death rate معدل الوفيات is so low يعني أصبح قليل جدا أو منخفضا جدا because of بسبب إيه بقى؟ health facilities. كلمة health معناها صحية وfacilities المرافق، يبقى المرافق الصحية which help people التي تساعد الناس live يعني إن هي تعيش longer lives لفترات طويلة أو لمدة حياة طويلة. يبقى هنا سهلت التقدمات التكنولوجية على الناس إنجاب الأطفال وفي الوقت نفسه
أصبح معدل الوفيات منخفضا جدا بسبب توفر المرافق الصحية التي تساعد الناس على العيش لفترات أطول. ندخل بقى على الجملة اللي بعدها، بتقول while all this is good for mankind. يعني هنا بيقول لنا على الرغم من أن كل هذا مفيد للبشرية. كلمة mankind هنا معناها البشرية أو الإنسانية. بيقول لنا بالرغم من أن كل ده مفيد للبشرية it isn't good for the environment and the future. يعني ان ده يكون غير جيد او انه يعني سيء for the environment للبيئة and the future والمستقبل. يبقى هنا ترجمة الجملة: وعلى الرغم من ان كل هذا مفيد للبشرية الا انه ليس جيدا للبيئة وللمستقبل. ندخل بقى على الجملة اللي بعدها: we have to create policies. طبعا we have to يعني علينا أن أو نحن مضطرون create policies أن نضع سياسات. يبقى نحن مضطرون أو علينا أن نضع سياسات that help people التي تساعد الناس to get a better understanding of the overpopulation crisis. هنا يعني على فهم أزمة الزيادة السكانية بشكل أفضل. كلمة هنا overpopulation crisis معناها أزمة الزيادة السكانية، و better understanding يعني فهم بشكل أفضل. and create stricter laws on birth control. طبعا هنا stricter معناها أكثر صرامة، laws هنا معناها قوانين. يبقى stricter laws معناها قوانين أكثر صرامة. on birth control بشأن تنظيم النسل. كلمة هنا birth control يعني التحكم في عدد المواليد أو تنظيم النسل. يبقى هنا الجملة معناها علينا أن نضع سياسات تساعد الناس على فهم أزمة الزيادة السكانية بشكل أفضل، وأن نسن قوانين أكثر صرامة بشأن تنظيم النسل. ندخل بقى على موضوع مهم جدا وهو آثار الزيادة السكانية أو effects of overpopulation. يعني هنا الزيادة السكانية أثرت بأي شكل على البيئة وعلى الكرة الأرضية بشكل عام. هنا بيقول لنا the effects of overpopulation. كلمة effects هنا معناها الآثار السلبية، تحتها خط دي effects معناها الآثار السلبية of overpopulation للزيادة السكانية are quite severe يعني شديدة للغاية. The first one أول حاجة بقى is that natural resources deplete at a faster level. كلمة natural resources معناها الموارد الطبيعية. deplete at a faster level يعني تستنزف بشكل سريع أو بمعدل سريع. يبقى هنا معنى الجملة دي إن الآثار السلبية للزيادة السكانية شديدة للغاية. أولها الاستنزاف السريع للموارد الطبيعية. يبقى أول آثار سلبية للزيادة السكانية هو الاستنزاف السريع للموارد الطبيعية. ندخل بقى على الجملة اللي بعدها اللي بتبين ليه بقى بيحصل استنزاف سريع للموارد الطبيعية. Overpopulation causes environmental damage including deforestation, pollution, etc. طبعا هنا بيقول لنا ان الاوفر بوبيوليشن اللي هي الزياده السكانيه causes معناها تسبب او تؤدي الى environmental damage. environmental damage معناها اضرار بيئيه او دمار في البيئه including ده بيتضمن ايه بقى؟ deforestation. كلمه forestation معناها الغابه، وكلمه دي هنا بقى تخليها العكس او تخليها الكلمه المضاده ليها. يبقى هنا deforestation إزالة الغابات. pollution معناها التلوث، its وغيرها من يعني الأضرار البيئية. there is the degradation of the environment. طبعا هنا there is يعني يوجد أو يحدث، degradation هنا معناها تدهور of the environment للبيئة، يعني بيحدث تدهور في البيئة which happens الذي يحدث because of بسبب. هنا التدهور اللي في البيئة بقى بيحصل بسبب ايه؟
overuse of resources like coal, oil and natural gas. كلمة overuse معناها الاستخدام الزائد أو الإفراط of resources للموارد like coal مثل الفحم، oil النفط زي طبعا الجاز والبنزين وغيرها، and natural gas والغاز الطبيعي. يبقى هنا ترجمة الجملة على بعضها: تؤدي الزيادة السكانية إلى أضرار بيئية مثل إزالة الغابات والتلوث وغيرها، ويحدث تدهور في البيئة نتيجة الإفراط في استخدام الموارد مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي. ندخل بقى على الجملة اللي بعدها، بتبين لنا برضو الآثار السلبية للزيادة السكانية. as a result يعني نتيجة لذلك، يعني نتيجة بقى استخدام الموارد بشكل مفرط أو بشكل كبير. the quality of air also gets affected in this manner. هنا quality يعني جودة، of air يعني جودة الهواء، also gets affected يعني تتأثر، in this manner يعني في هذا الصدد أو أيضا. طبعا هنا لما بنيجي نستخدم الفحم وبنستخدم النفط والغاز الطبيعي، دي كلها بتطلع يعني غازات سامة زي أول أكسيد الكربون، فبالتالي بتأثر على جودة الهواء. هنا بيقول لنا كنتيجة لذلك تتأثر جودة الهواء أيضا. It also causes more diseases. طبعا زي ما قلنا إن الغازات السامة دي لما بتطلع بتعمل يعني أمراض، فهنا بيقول لنا it also causes more diseases، يعني هنا بقى الزيادة السكانية تتسبب أيضا في زيادة الأمراض. Next up بالإضافة إلى ذلك we have the issue of unemployment which gives rise to crimes. طبعا هنا بيقول لنا في مشكلة بقى بتظهر لنا تانية، كلمة issue معناها مشكلة، وهي unemployment طبعا معناها البطالة. طبعا لما بيحصل زيادة سكانية وعدد السكان بيبقى كبير، فبالتالي في ناس ما بتلاقيش شغل وبالتالي بتحصل البطالة، فده بيؤدي لرايز تو كرايمز يعني ارتفاع معدلات الجريمة. طبعا اللي مش لاقي شغل بيضطر ان هو يسرق او يعمل حاجات مخالفة للقانون عشان ان يقدر يعيش، فهنا البطالة بتؤدي الى ارتفاع معدلات الجريمة. ندخل على الجملة اللي بعدها we also have pandemics and epidemics which spread faster due to overpopulation. طبعا عدد السكان لما بيبقى كبير وبيحصل زحمة في مكان، فلو حد عنده مرض معدي فبالتالي بينتشر لبقية الناس، فهنا بيحصل البانديميكس اللي هي الأوبئة، والإبيديميكس طبعا اللي هي الجوائح. كلمة الجوائح هنا معناها إن المرض بينتشر بشكل كبير، فزي كده ما بنقول جائحة كورونا، يعني هنا وباء بيبقى وباء عالمي، فهنا الأوبئة والجوائح بتنتشر أسرع نتيجة الزيادة السكانية. زي ما احنا شفنا الجائحة كورونا إن هي انتشرت أول مرة في الصين، وطبعا الصين عددهم كتير، فبالتالي بدأ ينتشر المرض في الصين بسرعة كبيرة، ونتيجة السفر ونتيجة يعني هبوب الرياح بدأ ينتشر المرض لجميع أنحاء العالم. تدخل على الجملة اللي بعدها It is because overpopulation and unhygienic living gives rise to infectious disease. زي ما قلنا بسبب الزيادة السكانية، وهنا بقى unhygienic living اللي هي ظروف المعيشة غير الصحية، يعني طبعا الموارد بتقل وبالتالي الناس بتعيش معيشة غير صحية، فده بيعمل rise to infectious disease، بيعمل ارتفاع أو انتشار للأمراض المعدية. يبقى هنا وذلك لأن الزيادة السكانية وظروف المعيشة غير الصحية تؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية. يبقى هنا ليه الأوبئة والجوائح بتنتشر بشكل أسرع؟ عشان الزيادة السكانية وظروف المعيشة الغير الصحية بيؤدي لانتشار الأمراض المعدية. ندخل بقى على بقية قطعة
هنا بيقول لنا برضك من الآثار الجانبية another ill effect، يعني من الآثار السلبية الأخرى is malnutrition، وهي طبعا سوء التغذية. طبعا سوء التغذية. وهنا تاني حاجة starvation، كلمة starvation معناها المجاعة. هنا ليه بيحصل سوء تغذية وبيحصل مجاعة؟ لأن طبعا لا تتوافر الموارد الغذائية بشكل كاف لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان. طبعا دي مش موجودة في الكتاب، أنا ذكرتها كده عشان نقول السبب اللي بيؤدي للمال نوتريشن والستارفيشن، سوء التغذية والمجاعة. ندخل بعد كده على مشكلة تانية. we also face a shortage of water which makes it harder for people in some areas to get it. هنا بيحصل مشكلة تانية وبنواجهها وهي shortage of water، يعني نقص في المياه. طبعا هنا لو عندنا كمية من المية وبنوزعها على 1000 واحد غير ما نوزعها على مثلا 100,000 غير ما نوزعها على مليون، فكل ما بيزيد العدد كل ما الكمية اللي بيحصل عليها كل فرد بتبقى أقل من المعدل الطبيعي. فهنا بيبقى نقص من المياه ده بيجعل من الصعب على الناس في بعض المناطق إن هي تحصل على المياه، كما أننا نواجه نقصا في المياه مما يجعل من الصعب على الناس في بعض المناطق الحصول عليها. Also we witness faster climate change. witness هنا يعني نشهد، يبقى also we witness يعني نحن نشهد بالإضافة إلى ذلك faster climate change. كلمة climate change معناها تغير المناخ، وكلمة faster معناها تسارع أو يعني بشكل سريع. يبقى هنا بيحصل تسارع أو بيحصل تغير في المناخ بشكل سريع. As nations continue to develop their industrial capacity، مع استمرار الدول إن هي تطور قدراتها الصناعية. كلمة industrial capacities اللي هي قدراتها الصناعية. طبعا هنا كل ما عدد المصانع بيزيد والغازات اللي بتطلع من المصانع دي بتزيد، فبالتالي بتطلع الغازات السامة زي أول أكسيد الكربون اللي بعد كده بيعمل زي السحابة السوداء وبيعمل مشاكل في يعني ثقب الأوزون وبيغير المناخ، فبنلاقي إن الحرارة بتزيد كل سنة بسبب زيادة الغازات السامة. يبقى هنا معنى الجملة وبالإضافة إلى ذلك نشهد تسارعا في تغير المناخ مع استمرار الدول في تطوير قدراتها الصناعية. يكمل بقى القطعة thus the emit industrial waste which gives rise to global temperature. ليه هنا بقى المناخ بيتغير؟ لأن هنا المصانع دي emit industrial waste. كلمة emit معناها تطلق، industrial waste معناها النفايات الصناعية، which gives rise to global temperature التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية. كلمة global temperature يعني درجات الحرارة العالمية، ونتيجة لذلك تطلق هذه الصناعات نفايات صناعية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية. طب إيه بقى الحلول اللي ممكن نعملها عشان نواجه الأوفر بوبيوليشن الزيادة السكانية؟ هنا بيقول لنا solutions to overpopulation، يعني حلول للزيادة السكانية. The best solution is family planning. كلمة family planning هنا معناها تنظيم الأسرة. يبقى هنا the best solution يبقى الحل الأمثل أو الحل الأفضل is family planning، هو تنظيم الأسرة. In order to that يعني من أجل أن نفعل ذلك أو لتحقيق ذلك one can ensure proper spacing between the births of children. يعني هنا معنى الكلام ده يمكن ضمان proper spacing معناها تباعد مناسب. كلمة spacing هنا تباعد وبروبر مناسب، يبقى proper spacing تباعد مناسب between the births of the children بين ولادات الأطفال. يعني لو الحد جاله طفل أول يبدأ إن هو مثلا بعد 3 سنين ولا 4 سنين يجيب الطفل الثاني، فبالتالي يبقى في مسافة ما بين الطفل الأول والثاني وما بين الثاني والثالث وهكذا.
يبقى لتحقيق ذلك يمكن ضمان تباعد مناسب بين ولادات الأطفال. Further, limiting the number of children must be important. كلمة further هنا معناها علاوة على ذلك أو بالإضافة إلى ذلك. Limiting the number of children must be important. يعني هنا كلمة طبعا limiting معناها الحد أو التقليل. The number of children عدد الأطفال must be important يعني لابد أن يكون بالغ الأهمية. يبقى علاوة على ذلك يجب أن يكون الحد أو التقليل من عدد الأطفال أمرا بالغ الأهمية. Also media must tell and ensure the danger of overpopulation. Also هنا يعني أيضا media هنا اللي هي طبعا وسائل الإعلام. must tell معناها يعني أن تعلن أو أن تبرز and ensure وتؤكد the danger of overpopulation يعني خطر الزيادة السكانية. معنى الكلام ده كما يجب على وسائل الإعلام أن تبرز وتؤكد على خطر الزيادة السكانية. Moreover كلمة moreover معناها علاوة على ذلك better education التعليم المحسن. يعني إيه التعليم المحسن؟ يعني إن يكون في مناهج بتؤكد ويعني بتبرز خطر الزيادة السكانية وتوجد الحلول للزيادة السكانية وإن هي بتفهم الناس ما هي الزيادة السكانية وخطورتها. فهنا البيتر education التعليم المحسن can help implement social change which can curb overpopulation. هنا التعليم المحسن كلمة help معناه يمكن أن يسهم أو يساعد implement social change في تنفيذ تغير في المجتمع. يبقى يمكن أن يسهم في إحداث تغيير اجتماعي which can curb overpopulation الذي يمكن أن يحد من الزيادة السكانية. كلمة curb هنا معناها يكبح أو يحد. يبقى هنا معنى الكلام ده علاوة على ذلك يمكن للتعليم المحسن أن يسهم في إحداث تغيير اجتماعي يسهم في الحد من الزيادة السكانية. هنا بقيت الجملة دي It is essential to empower women to learn about reproductive health. كلمة It is essential يعني من الضروري to empower إن احنا نمكن women هنا اللي هي النساء أو المرأة to learn أن تتعلم أو تتعرف about reproductive health على الصحة الإنجابية. يبقى من الضروري تمكين المرأة من التعرف على الصحة الإنجابية. يعني إن هي الست تبقى عارفة إزاي إن هي تقلل من عدد المواليد وتعمل تباعد بين الولادات وهي الوسائل اللي ممكن تاخدها عشان إن هي تعمل منع الحمل. طبعا تنظيم الأسرة ما فيهوش أي مشاكل ولكن إن الإنسان يعمل تحديد للنسل أو إن هو يعني يقلل من الولادة بشكل قاطع ده طبعا في مشكلة وفي مخالفة شرعية. Many governments already have various policies which relate to tax exemptions for curbing overpopulation. Many governments already have يعني لدى العديد من الحكومات various policies سياسات مختلفة which relate التي تتعلق to tax exemption. كلمة tax exemption هنا يعني إعفاءات ضريبية for curbing overpopulation للحد من الزيادة السكانية. يعني إن في بعض الحكومات لما بتلاقي أسرة عندها عدد قليل من الأطفال أو الأولاد بتبدأ إن هي تقلل من الضرائب على هذه الأسرة. آخر جملة معانا بقى for instance على سبيل المثال some waive a certain part of income tax for married couples with one or two children. هنا يعني بيقول لنا على سبيل المثال بيتنازل البعض عن جزء معين من ضريبة الدخل. كلمة income tax يعني ضريبة الدخل. for married couples يعني للأزواج with one or two children الذين لديهم طفل أو طفلين.
معنى الكلام ده ان في بعض الدول بتتنازل عن جزء معين من ضريبة الدخل للناس اللي هم عندهم طفل او طفلين. كده خلصنا القطعة. ندخل بقى على الفوكابلوري، على الكلمات اللي كانت جديدة في القطعة. أول حاجة existing معناها متواجد، وزي ما قلنا number of existing human يعني عدد السكان الحاليين أو المتواجدين. capacity معناها قدرة. decline معناها ينهار أو ينخفض. equalizing تساوي أو معادلة. facilities معناها إمكانيات، أو زي ما قلنا health facilities معناها المرافق الصحية. policies معناها سياسات أو لوائح. crisis معناها أزمة. stricator معناها أكثر صرامة. وبيرث كنترول يعني تحديد النسل أو التحكم في الولادات. وناتشرال ريسورسز معناها الموارد الطبيعية. degradation معناها انحلال أو تدهور. rise معناها ارتفاع. وبانديميك معناها جائحة. هنا عندنا epidemic معناها وباء، يبقى بانديميك جائحة وإبيديميك معناها وباء. malnutrition سوء تغذية. وstarvation مجاعة. دبلت معناها استنزاف. وwitness معناها نشهد. وإيمت معناها ينبعث أو يطلق. وفاميلي بلاننج اللي هي تنظيم الأسرة. implement معناها ينفذ. وكارب معناها يسيطر أو يكبح. reproductive health معناها الصحة الإنجابية. وempower معناها يتمكن. وexemption معناها إعفاء، زي ما قلنا tax exemption إعفاءات ضريبية. وwaive معناها تنازل. نكون كده خلصنا القطعة بتاع الوحدة الأولى. ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير للفيديو. نشوف وشكم على خير في حل الأسئلة في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.